أنا شايف إن كل ماتشات الزمالك بعد كده لازم تتلعب قبل ماتشات الأهلي مش بعدها، لأن الزمالك لحد دلوقتي هو أكتر فريق عامل واجب مع الأهلي. هتتعادل هنتعادل، هتكسب هنتعادل برضه، أو ممكن نخسر والعلم عند الله. الزمالك بيبدأ اللقاء بمحمد صبحي في حراسة المرمى قدامه إسماعيل وحسام قلبين دفاع، على يمينهم عمر جابر، على شمالهم بنتايج. في وسط الملعب دونجا، جنبه عبد الله، وقدامهم ناصر ماهر. على اليمين خوان بزيرة، على الشمال شيكو بنزا، تحت مهاجم وحيد عدي الدباغ. يوسفنا نقول إن سيف الجزيري طلع أفيد من عدي في حاجات كتير. طول ما عدي بيلعب احنا ناقصنا خط الهجوم بالكامل. عدي على طول نازل عند الدايرة حتى والكرة معانا. عبد الله سعيد حصل له ايرور، مستني عدي يجري عشان يلعب له الكورة. بس الغريب إن عدي قرر يقرب أكتر من عبد الله السعيد. الجزيري على الأقل بيجري في المساحة ويخطف المدافع ويجبر اللي معاه الكورة يلعبها له، وهيعافر عليها لحد ما ياخدها. الهجمة دي برضه نازل تحت قوي، بس ربنا كرمه ويعرف يخلص الكورة. معقولة تبقى مستني ناصر ماهر يشاور لك في الحتة اللي المفروض تتحرك فيها، ولما تتحرك وتتلعب لك يبقى ده تصرفك فيها؟ ده تعب، لأنك عمال تحرق بنزين في نص الملعب بلا هدف وبمنتهى العشوائية. دي كورة ملعوبة طولية من صبحي لعدي زيها زي اللي كانت بتتلعب للجزيري الماتش اللي فات. عدي ما فكرش ينط عليها أصلا، وراحت الهجمة بمنتهى السهولة. ويا ريتها جت على نص الملعب بس. ده اوت في التلت الدفاعي ناحية عمر جابر. تخيل كده مين اللي استلم الاوت بالظبط؟ هو عدي. انت نازل هنا تعمل ايه يا نجم؟ يعني الملعب فيه عبد الله وناصر ماهر وبزيرة، وانت اللي نازل تطلع اللعب. بتعمل ايه هنا؟ الزمالك بيستمر في فكرة التحضير من تحت اللي ملوش أي لازمة، وبنعمل لنفسنا مشاكل بيه. نفسي أعرف ليه بنقعد نحضر كده وفي الآخر بنشلت وتروح الكرة للمنافس. طب ما نشلت من الأول ونخلص. لا، إزاي لازم نحضر أحسن يقولوا اللي محضروش من تحت هم. غلطات شيكو بنزا في الماتش أكتر من غلطات بلال علام في التعليق. لاعب غريب جدا. تلاقيه طول الماتش بيقدم ضحك بس يحط لك جون. يعمل سبرنت يلحق الكورة وبعدين يسيبها تخرج وهو جنبها. من اول ما اسامه فيصل حط الكوره في ضربه الجزاء وهي باينه قوي يا صبحي انه هيلعبها بسرعه من غير ما يرجع، معرفش انت اتغفلت فيها ليه. الزمالك بقى رد فعل لكل انديه الدوري. بنلعب لمجرد اننا نلعب، لكن نلعب عشان نكسب وندوس لا. دخل فينا جون، طب يلا نلعب يا رجاله عشان نجيب جون. متعادلين، طب خير وبركه، تعال ننقي الكوره ونشوف الدنيا تودينا لفين، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. كان لازم انت اللي تحطها دي يا بزير. البنك عمل جيم دفاعي ممتاز، كانوا مظلمين الدنيا على لاعب الزمالك وبيضغطوا باتنين وتلاتة على لاعب واحد. فعلا ايمن الرمادي ده مدرب ممتاز، معرفش احنا فرطنا فيه ليه. محمد اسماعيل اداؤه ممتاز، بس نصيحة اوعى تتغر يا اسماعيل، انت لسه عملتش حاجة. الثقة الزيادة دي ممكن تنهيك قبل ما تبدأ. كرة زي دي لو كانت اتقطعت كانت هتبقى مشكلة، وما كانش في حد ورا غير حسام اللي عايز حد يشيله ويجري بيه اصلا. لما اقصر واحد في الملعب بيطلع يحط هيد زي ده يبقى لازم تدخلي، ده انت رخمة. بينزل عمرو ناصر وربيع مكان دونجا والدباغ. ولفت نظري بزيرة في لقطة التبديلات، هو اللي بيشجع اللي خارج واللي نازل. ربنا يهديك يا ابني، ومبقاش في بينا قواضي قريب. ربيع ما عملش إضافة كبيرة عن دونجا، لكن عمرو ناصر أهو كان بيضغط على المدافعين ومحجمهم شوية، لكنه اتخض في الكرة دي لما جاتله، ما كانش عامل حسابه تقريبا. صبحي بيعمل اللي عليه، 6/10. حسام 3/10. إسماعيل 7/10. عمر جابر لازم يريح شوية، 3/10. بنتايج 6/10. عبد الله 4/10. دونجا كان كويس النهاردة، 6/10. ناصر غلطاته أقل فهديله 5/10. بزيرة مصدر الخطورة الوحيد، 8/10. بنزا 6/10 بالجون. عدي 2/10 عشان عرق بس. عمرو ناصر 2/10 كان ممكن يكسبنا. ربيع 4/10. الجزيري 4/10، اتحرك وعمل فرص خطيرة منهم بتاعت عمرو ناصر. معالي 3/10. سيف جعفر 2/10. فيريرا 1/10.